عارف ان في ناس بتفضل تعاني من وجع البطن ونفخة وغازات وامساك واسهال واحساس دايما بعدم الراحة لمدة سنين، وبيفضل يلف على دكاترة وتحاليل وجرثومة، وكل مرة يطلع له التحاليل كويسة والدكتور يرجع يقول له ما فاكش حاجة، بس هو نفسه عارف ان جسمه بيعذبه. وعارف ليه؟ علشان عنده قولون عصبي. مشكلة مش بتبان في التحاليل ولا الأشعة، بس بتبوظ لك حياتك حرفيا. وعلى فكرة القولون العصبي مش مرض خطير، بس مؤذي جدا. مش بيقتلك، بس بيحسسك وبيخليك انك مش عايز تعيش. كل شويه انتفاخ، وكل لما تاكل تحس بوجع، وكل لما تيجي تخرج بتبقى قلقان، تقول يا ترى هيجيلي دلوقتي؟ طب هلحق اوصل؟ طب هرتاح بعد الاكل؟ طب هل هيفتح نفسي النهارده ولا لا؟ وتبدا تعيش في دايره توتر، وتدخل في دايره سودا ملهاش نهايه. طب ايه هو القولون ده؟ القولون ده جزء من الامعاء الغليظه، شغلته انه يمتص الميه ويكمل عمليه الهضم ويوصل الفضلات للاخر. بس لما بيبقى عصبي يعني مش منتظم في شغله، مره تلاقيه شغال بسرعه فيجيلك اسهال، ومره يقف خالص فيجيلك امساك، وساعات بيبقى فيه غازات كأن حفله شغاله جوه بطنك، وساعات يبقى فيه وجع في جنبك الشمال او تحت السره. والاعراض دي بتزيد بعد الاكل، وتريح شويه بعد دخول الحمام. المشكله بقى ان الحاله النفسيه بتلعب دور كبير جدا. اي ضغط، اي توتر، اي زعل، جسمك بيترجمهم كلهم جوه بطنك. طيب عارف اللي بيقول انا بطني بتوجعني اول ما بتوتر؟ ده غالبا عنده قولون عصبي. اللي يقول لك اول ما بخرج من البيت او اركب ميكروباص بحس اني عايز ادخل الحمام، ده غالبا برضو عنده قولون عصبي. او اللي كل يوم بشكل عنده انتفاخ، عنده اسهال، عنده غازات، ومش ثابت على اي حال، ده برضو كمان عنده قولون عصبي. اول حاجه ودي اهم حاجه، حاول تبعد عن التوتر، حاول تهدى وخد الامور ببساطه. اعمل رياضه خفيفه وامشي كل يوم نص ساعه، وحاول تنام كويس. تاني حاجه تحاول تنظم اكل، ابعد عن الاكل اللي بينفخك زي الكرنب او الفول او العدس او البصل الني او اللبن لو بيضايقك، وتحاول تقلل المشروبات الغازيه على قد ما تقدر، وقلل من الكافيين. النسكافيه والقهوه الزياده ممكن يبوظوا لك الدنيا. وحاول على مدار اليوم تشرب ميه كتير على قد ما تقدر. طيب نروح للادويه. هل في ادويه طبعا بتساعد؟ طبعا في ادويه بتساعد. ادويه بتقلل الانتفاخات والغازات زي سيمسكون وقراص الفحم وسبازمو دايجستين، وادويه تقلل التقلصات والوجع زي دوزباتالين وسبازمومين وكلونا. ولو في امساك مزمن ممكن تستخدم حاجه زي لاكتيلوز او دوفالاك. ولو اسهال مزمن في ادويه بتقلل حركه القولون زي اموديوم. ولو في توتر شديد جدا ومسبب الاعراض، ساعات الدكتور يكتب لك حاجه خفيفه تهدي الاعصاب، ودي مش معناه انك مكتئب، لا دي بتساعد ان القولون يهدى. وفي كمان مشروبات طبيعيه بتساعد. تشرب كوبايه نعناع دافي او زنجبيل او ينسون او شمر او كراويه، كل الحاجات دي بتريح القولون، ويفضل انها تتشرب بعد الاكل. بس الاهم من كل ده انك تغير نمط حياتك. القولون مش هيرتاح غير لما جسمك ونفسيتك يرتاحوا معاه. وخد بالك القولون العصبي مش هيعمل لك سرطان ولا تقرحات ولا نزيف، بس لو سبت نفسك من غير نظام هتعيش متعذب. فلو انت من الناس اللي كل يوم بطنهم فيها حاجه وكل دكتور يقول لك ما فاكش حاجه، ابدا من نفسك، من اكلك، من نومك، ومن تفكيرك، وساعتها هتلاقي القولون بدأ يهدى وانت بقيت انسان تاني. انا كده خلصت الحلقه، ولو الحلقه دي عجبتك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا محمود رمضان، ودي كانت جرعه معلومه. سلام.